واحد كيبدا في الغربة يتوحش برشا الماكلة متاعنا الحلو، التمر مثلا من الجنوب نحب برشا التمر، لكن كي نوصي اهلي نحسهم هكا يبالغوا شوية. يعني شباب العيلة قلت لهم ناقص شوية تمر، شوفوا قديش من كيلو بعثوا لي، تقريبا 6 كيلو. تصوروا شوفوا الحكوك هذيك الكل بسيسة شباب، تصوروا تزيين حياة الكل معناها، شمية كعك ورقة مرفوسة. شوف بالله قديش نحطها ريسة. قلت لهم المانيا باردة شوي، شوفوا الجو زاورة. شباب نحب برشا الكعك ورقة، عادي جدا نباكو نبدا درسة الشهر نكمله في 3 أيام. وعلى فكرة ساعات نحب كنروح لتونس، كنروح معنا ساكة صغيرة ونرجع كساكة صغيرة كمل الأجانب هنا يسافروا عرفت ساكة صغيرة قد كده، مش عارف كيش يحطوا دبشهم معناها فيها أصلا، ونبدا لبس سكادوه كمعبي معنا ماتريال تصوير وكذا، نحس روحي كمغامر. والكل نمشي بساكة صغيرة نروح بفليجة كبيرة، والساكة بتاع الماتريال نقعد تبدا معبي حلوبك والتمر، وفي المطار يبدا الميزان زايد شوي. لكن بالرسمي الأهل بعاد ولا قراب ديما يحاولوا يدزوا معاك، ديما يحاولوا يعاونوا، خاصة العبد كي يخرج لبرا، لذلك كي تخرج لبرا لازم ترجع لهم شوي وتتفكر ديما علاش خرجت، تنجح في قراءتك وتنجح في حياتك.